عسلامة عسلامة. اليوم وصفتنا سورية اللي هي شيخ المحشي أو كوس بلبن، كتير طيبة. يلا معنا. عندي 6 كعبات كوسة اللي هي القرع احنا نقوله في تونس، نبشرهم هكا من فوق. وعندي الحفارة من داخل، نجي مثل ما شايفين في الفيديو نقيس كعبة الكوسة ونبدأ نحفر فيها، نقيسها بالضبط باش ما تنقبش معانا في الطرف الثاني، ونبدأ نحفر بسهولة هكا مثل ما شايفين شوي شوي باش ما تنقبش معانا. نعمل كل الكعبات بنفس الطريقة، وبعد نشللهم بالماء ونحط محرمة باش نقلبهم على وجوههم باش يتسقطر منهم الماء، باش بعد كده نقدر نحشيهم من داخل. ونتعدل المرحلة الأخرى، نحط قلاية شوية زبدة معاها شوية زيت زيتونة. عندي اللحمة مفرومة دار 300 جرام، حسب الكمية انتم اللي مش تعملوها، فيكم تزودوا أكثر فيكم تنقصوا. أنا بالنسبة لعائلتي صغيرة عملت لي كمية صغيرة. حمر البصلة مع الزبدة والزيت زيتونة، ومن بعد نحط اللحمة مثل ما شايفين ونحرك مع بعضهم. لازم كل شوية نحركها اللحمة باش ما تكعبرش معانا في الاخر. عندي التوابل اللي هي الماجي ونعناع مجفف وفلفل اسود وفلفل خشن، ونحرك كل شوي ونحرك. وعندي الصنوبر انا حمرته شوي في القلاية، مش نصب نص مع اللحمة ونص مش نزين بيه من فوق. لو تشوفوا في الاخر كيفاش نعملها، شوفوا انا ما حطيتش المية على اللحمة ابدا، خليتها حتى تنشف على الخالص من الماء. ومن بعد نبدأ بالكعبة ونعبي من فوق مثل ما شايفين. ما لازم نرصفها ننزل عليها يعني من فوق هكا، دوب ما نحط ونضغط عليها على جناب بيهبط الحشو الداخل. نعمل الكمية بنفس الطريقة كلياتهم، نضربها شوية من اللوطة باش ينزل الحشو الداخل. وانا باش ما تفرطش معايا وقت نجي نقلاها، عندي الحشوة تاع الكوسة من داخل هيك شوية نسكر بها الفم من فوق. سخن الزيت ونقليها متوى. هذه الأكلة كتير طيبة في الآخر تطلع. شفتوها مثل ما سكرتها أنا هكا. خلي الكعبة ليلة حمار يعني تتقلى بالباهي مثل ما شايفين. نعمل كعبات الكل نقليهم في نفس الوقت. في نفس الوقت نحضر الماء يغلي على طرف، لأنه بدنا نحطوه في الماء من بعد مثل ما شايفين. الماء دوره باش يشيل شوية من الزيت اللي قليناه فيها. نضغط عليها من فوق باش يهبط، خاطر هي تطلع لفوق في الماء هكا. نضغط مثل ما شايفين. هي لها طبخة هذية وسع بال، اما تطلع في الاخر كثير طيبة. شوفوا الماء كيفاش تغير لونه بالزيت المقلي. ومن بعد نطلعها من الماء ونرجعها على حرمة هكا مثل ما شايفين. في نفس الوقت مش نعمل الرز بشعيرية. حطيت الشعيرية اللي هي دويدة عنا احنا نقول لها، شوية زيت ونحمرها حتى تبدل لونها تصير بني على عسلي هكا مثل ما شايفين. وين الروز غسلته من قبل، كاس ونص حطيت، والشعيرية غرفتين. ونحرك
ومن بعد نصب الماء. حطيت توابل اللي هو الفلفل الأسود، ماجي، فلفل خشن أحمر، تعطيها طعمة كتير طيبة. خليه يطيب على جنب، ونحضر توا الياغورت طبيعي أو اللبن، في عالم تقولوا زبادي. هاي اللبن التركي فيه حموضة هك كتير طيب يطلع. عندي مغرفتين نشا ومغرفتين ملح، وانا الياغورت طلع معايا هكا يعني ماسك روحه شوي. زدته شوية حليب ونضرب بالبراندر الكهربائي حتى تصير كريمي. هك الكعابر اللي فيه الكل تتنحى، ومن بعد نرفعها على الفرن من فوق ونحطه على نار هادية، ونبدأ نحرك بشوي بشوي. انا ما حطيتش فيه بيض، هكا بتطلع كتير طيبة. ونحرك صحيح مش يطول معانا شوية، وهكا حضرت معانا الكوسة حطيناها في اللبن. ان شاء الله تجربوها وتقولوا في كومنتير، ولا تنسونا بلايك وسبسكرايب. نشوفكم على خير ومع السلامة.